النور والسرور نورتونا بوجودكم. يعيشك يعيشك يعيشك. هشام، نبداو معاك ونبداو بالشخصيه التاريخيه التونسيه اللي باش نحكيو عليها اليوم اخترت لنا محمد المورالي. محمد المورالي اللي مازال حتى عام ما غلقش منذ وفاته. حاجه الاولى ساعه حاب نلاحظ انه الفقره الحمد لله خذت صدى باهي. اي وكتبت عليها مقال في جريده الشروق. كتبوا عليها صحيح. الحمد لله. دونك المواصلين في الفقره اللي تقاوم داء النسيان. وقبل كل حكايه نبداو نقولوا يا ساده يا مدى يدلنا ويدلكم للخير والشهاده. شخصيه اليوم حكيت عليها قبل في اذاعه تونس الثقافيه في موسم 2021-2022. هو مازال عايش، على خاطر مهم أن نكرموا مبدعين ونعرفوا بهم، لكن الأهم يكون هالتكريم في حياتهم ويعيشوه ويتفاعلوا معاه ويفرحوا به، على خاطر ألد أعداء الفنان هو داء النسيان. باش نحكي على محمد المورالي الله يرحمه وينعمه. تولد في 3 أكتوبر 1932. بدا في عالم الفن من اللي عمره 18 عام في فرقة الرعد التمثيلي، وبعدها بعامين سافر للجزائر، قعد فيها عامين وبعد مشى لليبيا، حتى لين في عام 1959 التحق فرقة بلدية تونس للتمثيل تحت إدارة المرحوم محمد عبد العزيز العقربي. من أشهر الأعمال المسرحية الماريشال عمار، إخراج علي بن عياد. وقتها الدور نتاعو سنة نسيت الدور نتاعو أستاذ مش لغه عربيه، استاذ الموسيقى، موسيقى ولا استاذ الموسيقى. شوف يا ألفة، كل ممثل ابدع واتقن الدور نتاعو. علاش المسرحيه اصبحت خالده، وعلى قد ما نتفرجوا فيها ما نشبعوش منها. من بين الاعمال نتاعو زاد مسرحيه الغيره تذهب الشيره مع جمعيه قدماء مدرسه التمثيل العربي، كما شارك زاد في اوبريت حكايه قرطاج مع الموسيقار محمد القرفي. اقرا واحفظ يلي تسمع، ما تكونش مغرور، كون كيفي انا متعلم راهو العلم ونور. غيرها من الاغاني الفكاهيه اللي تتميز كلها بالضمار والنقد الاجتماعي. هو من ابرز المونولوجيست في تونس، امثال هادي السملالي، محمد الجراري، رضا الحجام، محمد الجزيري وصلاح لح. تعامل في مختلف الاغاني مع الكلمات مع احمد خير الدين، طيب اللجمي، رضا الخويني، عمرو بسيس، علي الدعاجي وغيرهم. وفي التلحين تعامل مع قدور الصرارفي، صلاح المهدي، محمد اللجمي، ونس كريم، شادي انور، محمود الثامري، بشير جوهر، احمد القلعي وعلي العيد. ولحن زاد روحه اغنيه عندي 3 يعشقوني. شوفوا قديش من اسم لامع وقتها سواء في الكتيبه ولا في التلحين كانوا عاملين قيمه كبيره للاغنيه الفكاهيه اللي توا احنا فاقدينها. زعما ترجع توفى الفنان الممثل والمونولوجيست في نفس الشهر اللي تولد فيه، في 13 اكتوبر 2024 جسد، وباش تقعد اعمال خالده وراسخه في قلوبنا الى الابد. محليهم الناس ذوما، محليهم ومحليه قبل كان المسرح والموسيقى وكل كانت هذا ما حكيش على الاعمال السينمائيه اللي شارك فيها في تونس وخارج تونس. حبيت نذكر معناها نركز على الاغاني الفكاهيه اللي ان شاء الله ترجع ويرجع البريق نتاعها، خاطر لا يعوزنا الابداع والكلمه واللحن، تعوزنا الاراده ان نرجعوا الفن هذا العزيز الغالي. عدوله. نعم. اذا وكل شيء يهم الجاليه ونمشيو للجاليه ونمشيو